كلما اتجهت شمالا في هذا الشارع سيطالعك باعة الخضروات والفواكه بمختلف أصنافها يعرضونها سواء على البسطات أو العربات أو الصندقات على جانب الشارع العام، ثم في خضم شارع فرعي آخر ينفذ إلى الشارع العام. قطاع بيع المواشي ضمن سوق مدينة البيضاء الأسبوعي يقع في نطاق ساحة مفتوحة وعدد من الشوارع المتصلة بها في أطراف مدينة البيضاء في موقع مستقل عن السوق العام. بالإضافة إلى الأبقار فإن قطاع المواشي من سوق مدينة البيضاء الأسبوعي تغلب عليه الأغنام والماعز، ولعل أبرز ما يلفت النظر هنا أن الضأن أو الكباش تعرض للبيع بأصوافها الكثيفة منظفة ومنسقة بشكل جميل. سديته إن شاء الله. ما يشتري أنت ولا هو؟ أقول له 25. هذا البياع ذا؟ ايوه هذا البياع. انت المشتري ولا البياع؟ هذا البياع. بكم؟ 25. وش رايك انت؟ 15. احنا قلنا له ب 16. لا المصلح قال له ب 16. 16. 15 25. بعنا ب 16 وخمس. ما يصير شيء الكلام. 17 بعد. ابدا ب 17 25 ولا خلي. 17 واحد ولا اثنين؟ الواحد. الواحد لا. هذا الواحد. واحد 25. 25 ب 17 بعد. 25 ولا لا؟ شغله ب 17. ابدا اخوه. ابدا. بتهتموا باين عليكم بصوف الكباش؟ ضروري لانه اذا ما في عنايه ما يصلحش. ها؟ اذا ما في عنايه ليش ما يقصوا شعرها عندكم؟ لا عندنا لا. كيف؟ ما عاد لها يقع منظر ولا ذوق. ابد. تهتموا بالمنظر حق الكباش؟ ضروري. لا هو اصلا هذا يقبلوه عروه ولا مبدا ولا رفد، هذا عندما يكون مصوف. عندما يكون مصوف انت قصدك على الشعر، عندما يكون الشعر عليه هذا يقبلوه يعني رفد، يرفدوه لحراوه ولا يرفدوه لزواجه ايوه موت كذا يعني هديه. ايوه عندما يكون عروه يسمى عروه. هذا عروه لابد يكون هكذا يعني لازم يكون مصوف يعني منظرها تمام ومرتفع مصلح منظف. ايوه هذا لا يقبلوه الناس لانه اول شيء يكون له ذوق في البيع والشراء، وثانيا في طعم اللحم حقه يختلف عن هذاك اللي ما عليه صوف. وبتغسلوه؟ ضروري. ضروري اعتني فيه. كيف تعتنوا فيه؟ غسل بصابون بذا. وكمان تمشطوه؟ يمشطوه. عندما يكون منظره مليح يقالوا في قيمته، يعني زاد في قيمته. لأن ذا الحين لو ما فيش للشعر قيمته بتنقص قيمته، لكن عندما شعرك كثير يزيدوا في قيمته. سوقكم يوم الخميس طبعا كده؟ يوم الخميس نعم، سوقنا يوم الخميس. متى لمتى؟ من الساعة 6 الصباح إلى الساعة 12 الظهر ينتهي السوق. هذا بالنسبة للرعية الواجين من المناطق. نعم هذا بالنسبة للرعية الواجين من المناطق من القري ينتهي الساعة 11 الساعة 12 الظهر. الغالب جون وين؟ من جميع المناطق الريفية، في المناطق الريفية مثل المناطق الريفية الزاهر شو اسمه هذا؟ الزاهر باتجاه يافع كذا. ايوه باتجاه يافع، من قاع المظفر، من العقله، من المشرع، يعني السوق يعني حق المحافظه كامل. من مكيراس برضه يجوا اصحاب الكيراس لهنا بهذا الطريق. هذا يوم الخميس يبيعوا المواشي. بيجوا ايوه يجلبوا مواشي لهنا. بالنسبه هذا البلدي ايوه بيجلبوا البلدي له. ايش ضان وايش؟ ضان اطفال كباش بلديه زي ما هذا اللي شفتوا انتم امامكم المصوفه هذه كباش بلديه اسمها حق البيضاء. نعم. والابقار برضه يجلبوا عندنا ابقار من الابقار البلديه. اغلب الانواع ايش الكباش يعني؟ الكباش يعني هي اكثر ما تدخل هنا هي الكباش وسوقها الكباش. بالنسبه للضان نادرا ما تحصل الا حاجه بسيط.
أيضا شوية والابقار الابقار شويه بالنسبه للبلد. الإبل ما شفت ماشي الابل عندنا ما في، لا يذبحوا ابل ولا الا يصدروا منها زي ما تقول انت الى لودر، لان حيث اسواقها حيث تفتح هناك عند المجازر في ذمار او في بيان او في صنعاء على طول شو، لان هنا ما فيش لها سوق، لا لها مجازر للابل ولا ما ياكلوا الإبل. ما ياكلوش هنا الابل في البيضاء. نعم. الأسعار كيف الأسعار عندكم هنا؟ الاسعار بالنسبه لهذا الايام اقول لك مع شحه الامطار والغلاء قد حاصل مرتفعه الكباش يعني بالنسبه للبلدي، يعني وصل الى 30 الى 35 الى 28 الى 27 هذا الاسعار توسطها، وقد وصلت بعض في ايام العيد في عرفه الى 40 الى 45 بالنسبه للبلدي. يغلي في كل مكان. ايوه في كل مكان. قد لاحظنا الكباش عندكم تتسم بالصوف، ليش ما يجزوا صوفها ليش؟ بيجزوا صوفها من السنه للسنه. مع عندما تكثر يجزوها وهي لحسنها ورغبتها عندنا في المصوفه هذه. يبقى لها شكل جميل. شكلها جميل امامك قدامك كيف هذا بالنسبه للبلدي. وفي عندنا سبحان الله حتى المناخ حق المدينه البيضاء يعني تناسب لجميع الاغنام التي تاتي من الارياف فيها، يعني زي ما تقول انت يعني حق تهامه بعض منها تخلف شويه لكن تتناسب مع الوضع مع الجو عندنا هنا في البيضاء وتصلح في يعني يسمنوا منها، وفي منها من يتقنوهن، عندنا اسمها القنوهن زي ما تقول انت يربوا منهن. طيب لاحظت آلية البيع المتبعة ايش هي؟ كيف يتم عملية البيع والشراء في المواشي خصوصا يعني؟ البيع والشراء يعني البياع يجيب الغنم حقه والمشتري يكون موجود بكم اشتريته، هذا يقول بكذا كذا، يجي المصلح بينهم يصلح بما يرضي له. هو بالنسبة للغنم على حسب الرغبة، على حسب رغبة الإنسان، شاف الشيء أمامه وناسبه وعجبه ما عاد يبالش في الثمن، حتى إن كان وزنه يزيد أو وزنه ينقص على حسب الرغبة. إذا كان إذا عجبه هذا الشيء فالمصلح يصلح بقدر ما يشوفه بينهم، قد الأطراف متفقة عليه فتم هذا الشيء. عندنا الصلحة هنا 200 على كل راس، لا تتعدى 1000 ولا تتعدى الراس البقر 500 وفي الراس الغنم 100 200. من سوق المواشي ضمن سوق مدينة البيضاء الأسبوعي المتميز في معروضاته وموقعه في أطراف المدينة، نعود إلى قلب المدينة مرة أخرى لنطالع ما تبقى من أقسام السوق الأسبوعي، وإلى شارع فرعي ممتد من الشارع العام ندلف إلى قسم بيع الطيور والدواجن، حيث يزدحم الباعة والمشترون على جانبي هذا الشارع وفي خضمه معظم ساعات النهار في يوم التسوق الأسبوعي. لا تبيع ولا هذا قال يبا 5 ما يبا شيء 300 لا تبيع ب 300 ب3 لا تبيع ب4 هذا زوي ب3 ما تبيع 300 زائد 300 بعد 10 و1000 بعد حتى و1000 زياده ب 10 و1000 زياده 12 بقى 15 ماشي 15 12 بقى 15 هات قدامه ها عدوا له اشترينا خلاص اشترينا